فستر، وعلم فغفر، وحلم بعد أن قدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ذكر من ذكر وقسم من كفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده. الحمد لله الذي علمنا كيف نحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا ويقينا وصدقا. لا إله إلا الله تذللا وتعبدا ورقا. لا إله إلا الله نفوز بها بالجنان وننال بها من النار عتقا. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله، حبيب رب العالمين، وإمام الموحدين، وقائد الغر المحجلين، وحامل لواء الحمد يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، إخوتي في الله، نداء من الله إليكم. يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا عنوان لقائنا مع حضراتكم اليوم، ولعل الله يفتح علينا ببركة قلوب الحاضرين. فأعيروني القلوب والأسماع، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. في هذه الحياة أيها الأحبة، إما ولاؤك لله أو لغيره، إما أن يكون الولاء لله أو لغيره. والله إذا ولاؤك للمال ستكون تعيسا. مش أنا اللي بقول، ولا التحليلات ولا الدراسات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدرهم. آلاف الناس اليوم على التطبيقات وكبس وشير، وآلاف الناس اليوم يتركون الصلاة ويتركون الدين كرمال أشغالهم. تعس عبد الدرهم. تعس يعني أنت تعيس، والنبي عم ببشرك أنه حتضل تعيس إذا أنت عبد الدرهم وعبد الدينار. تعس عبد الخميصة. إذا كنت بتحب الماركات وآيفون وساعة بطيخ ولبس براند وأديداس ونايك، تعس عبد الخميصة. الخميصة اللبس الفاخر. ستكون تعيسا، نعم ستفرح بها أول الأمر، ولكن ستصاب بالتعاسة. تبحث عن السعادة فلا تجدها. طيب أنا بدي يكون عقلي مزاجي، أتبع مزاجي. ربنا قال عن اللي بيتبع مزاجه أيها الأحبة: والله في خطر أنتم وأنا في خطر إذا ما كنا نعي الأمور. اللي بيتبع مزاجه الله عز وجل وعده بالضلال، والختم على السمع والقلب والبصر. قال ربنا عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه شو بيصير؟ قال: وأضله الله على علم. هاي وحدة بصير ضال. وختم على سمعه، السمع، وقلبه، القلب، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. ثم قال الله عز وجل: فمن يهديه من بعد الله. بعد ما ربنا يعمل فيك هيك، ختم على السمع والقلب والبصر وجعلك من الضالين، فمن يهديه من بعد الله؟
أفلا تذكرون؟ يعني ما بتوعى على حالك. شايف لما تقول لرفيقك يكون عم يعمل غلط بتقول له فيق على حالك، الله عز وجل بيقول أفلا تذكرون؟ للي بعيد عن درب ربنا، إلا اللي منه ملتزم. أفلا تذكرون؟ يا سيدي، والله عز وجل بالقرآن ضرب لك مثالا بسيدنا إبراهيم، قال إن إبراهيم كان أمة يعادل أمة في إيمانه وصبره وجلده. سيدنا إبراهيم له قصة عجيبة عن ولائه لله، مش لنفسه حتى، وهو نبي وأبو الأنبياء، ولكن أمره الله ابتداء أن يترك زوجته وولده بعد أن رزق هذا الولد على عمر بعيد. كان سيدنا إبراهيم شيخ كبير عندما رزق إسماعيل رضيع. أمره الله عز وجل اترك زوجتك هاجر وإسماعيل في أرض خالية. قال إسماعيل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولما السيدة هاجر قالت له يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما رد عليها. قالت الله أمرك بذلك؟ ربنا اللي أمرك تتركنا هون وتفل؟ أشار برأسه أن نعم. قالت اذهب فإن الله لن يضيعنا. شوف هذا الولاء لله. حتى أن سيدنا إبراهيم بعد أن ترك ابنه رضيعا بيجي بعد 10 سنين أو يزيدون، ربنا بالقرآن قال فلما بلغ معه السعي. عن سيدنا إبراهيم بلغ معه السعي، يعني ابنك بس يكبر ويصير عمره 13-14 تقدر تاخده معك على الشغل، بيناولك، ناولني البنسة، ناولني كذا. لما إسماعيل كبر ربنا قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إجا الأمر بالذبح. الوحي قد يأتي يقظة وقد يأتي للنبيين في المنام. أتى له جبريل بالمنام إن الله يأمرك أن تذبح ابنك إسماعيل. فجاء إبراهيم إلى ابنه عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما قال له يا بابا جاي بعد 13 سنة تذبحني؟ لا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هيدا إسماعيل اللي يعتبر طفل. نحن هلا بصير عمره 20 سنة اتركه ولد بعده. طيب يا حبيبي صلي تعال الجامع، ولد بعده اتركه بكره الله بيهدي. هكذا. فطلب سيدنا إسماعيل من أبيه إبراهيم قال له يا أبتي إذا أردت أن تذبحني اجعل وجهي إلى الأرض، اجعل جبيني إلى الأرض. لما؟ قال حتى لا تلتقي العينان فيرفق إبراهيم بابنه ولا يطبق أمر الله. فربنا قال فلما أسلما، هن مسلمين، لا، فلما أسلما لأمر الله، الولاء لله مش للنفس. فلما أسلما وتله للجبين، يعني حط جبينه على الأرض بناء على طلب إسماعيل. شوف العظمة. أرأيت قلبا نبويا يتقبل أمرا يخشاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الأرض ضراعات ودعاء يقبله الله، صدقت الرؤيا فلا تحزن يا إبراهيم فديناه. الله عز وجل قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ثم قال الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ بقيت هذه سنة إلى يوم القيامة. نحن نذبح في يوم النحر الأضحيات فداء عن سيدنا إسماعيل، وتركنا عليه في الآخرين. ثم قال الله سلام على إبراهيم. حتى هاي بقيت إلى يوم القيامة. نحن أمة محمد في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. لما؟ لأنه كان ولاء لله. أيها الأحبة الكرام، الإمام الشعراوي تعرفونه رحمه الله قال أن الصلاة هي إثبات الولاء لله 5 مرات في اليوم. إثبات الولاء لله 5 مرات في اليوم، يعني إذا بتضيع فرض صلاة باليوم أنت أثبتت الولاء لله 4 مرات. في مرة ما أثبت فيها الولاء لله. كيف اللي صلوا أيام ما أثبت الولاء لله؟ مطالب أنت في كل يوم عندك 5 مواعيد، هال5 مواعيد بدك تثبت الولاء لله. أنا معك يا رب. كيف التليفون بتحطه على الشارجير كل ما يفضى؟ أنت موعدك 5 مرات، ما حقول لك تنحط على الشارجير، الصلاة أعلى من ذلك وأفخم من ذلك. أنت موعدك مع الله 5 مرات في اليوم. في ناس صلى أيام وشهور وسنين ما أثبت الولاء لله. والله إذا ولاءك مش لله يعني ولاءك لشيء آخر. تيقن، اعلم. كيف حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إنه في 3 أسئلة بالقبر. الأسئلة أجوبتها مسربة، امتحان. فايت على امتحان بالقبر، عارفين الأسئلة وعارفين الأجوبة وتسقط. ليش؟ لأنه ولاءك ما كان لله. لما تنزل على القبر ويقال لك من ربك، مش راح تعرف تقول ربي الله. لما؟ لأنه ولاءك ما كان لله. لأنه الشغل أهم، البلاي ستيشن والورق أهم، لأنه السهرة والأرجيلة والكذا 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 أهم، لأنه ما لك خلق. فإذا ولاؤك ما كان لله، ما حتعرف تجاوب على الأسئلة، مع أنه أنت تعلم الإجابة، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ولكن عندما تنزل إلى القبر تعرف الإجابة بس ولاؤك ما كان لله يا سيدي. لذلك خليك مرتبط بدرب الله، خليك مرتبط مع الله. الله عز وجل من اهتدى به ما ضل، من اهتدى به ما ضل، من اتقاه ما زل، من اعتز به ما ذل، ومن طلب غناه ما قل، له الكبرياء والجبروت عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كبر يا إمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يفنى كل الوجود ويبقى ذو الجلال والإكرام. الحمد لله نحمده حمد الحامدين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين رب الأولين ورب الآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوتي في الله، لابد أن يكون بين الحضور اليوم من أتى به الله على غير عادة، يعني هو لا يأتي كل السنة ولكن يأتي في صلاة العيد. لابد أن يكون بيننا أو بينكم أخ في الله لنا بعيد عن ربنا لا يصلي إلا صلاة العيد، نقول له أهلا وسهلا، جاء بك الله باللغة العامية شحط لا تسمع هالكلام. جاء بك الله جرا عمدا خاصة لتسمع كلام الله ولتسمع موعظة يجب أن تقع في قلبك. هالكلام يا إما يكون لك هداية، يا إما يكون عليك حجة يوم القيامة. أنت اختر من الموضوع ما شئت، اختر ما شئت. يا إما هالكلام تأخذه بعين الاعتبار، تلتزم، تفتش على طريق الهداية، يا إما تبتعد عن طريق الله. الأمر الآخر أيها الأحبة، نحن في مسجدنا هذا حصل يعني في الأشهر الأخيرة تطور كبير من الدعوة إلى الله. دبلوم الشرعي، صار في دبلوم شرعي، دورات شرعية، صار في تحفيظ قرآن، صار في أشياء كثيرة يعني يسر لها الإنسان ينشرح لهذا الأمر صدره.
لذا أنا أدعوكم لأن تأتوا إلى مجالس العلم، وأن ترسلوا أطفالكم إلى مجالس العلم والقرآن. والله بالأمس كرمنا الذين حفظوا جزء عامة، يعني جوائز مالية بسيطة جدا، بسيطة جدا، ولكن أقسم بالله رأيت منظر بالأمس، يعني أحدثكم بما رأيت بعيني، أنه في طفل كان بده يشتري حذاء على العيد، فحفظ جزء عامة، فأعطيناه جائزة مالية صغيرة. والله كنا بالقاعة الأرضية، فهو يخرج من باب المسجد قال لي شيخ بدك شيء؟ قال له لا ما بدناش. هو طالع والله رأيته يقفز ويعمل بإيده هيك، عم يطير من الفرحة بجائزة مالية صغيرة. يا أخي شجع ابنك على حفظ القرآن، يا أخي ابعته على المسجد في صحبة صالحة، لأنه إذا ما عملت هيك، إذا لم تشغله بالخير، بيتلقاه أهل الشارع، بيروح على الكافيه، بيروح على الكذا، بيتعلم التحشيش، بيتعلم وبكره بتقول والله ما عم بقدر على ابني عاقبته قبل أن يعاقبك، كان المفروض تأتي به إلى المسجد. وأتوجه بالشكر خاصة إلى القائمين على المسجد أيها الأحبة، لأنهم ما قصروا في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة بإعداد المسجد وتهيئته للمصلين. اطلعوا الآن، وأنا أفضفض لكم يعني بالدقيقة الأخيرة من الخطبة، أفضفض لكم. اطلع ما في ولا غلطة، بس اوعى تروح الكهرباء وأنا عم بحكي متجرس. ما في ولا غلطة، كهرباء، مكيفات، مراوح، نظافة، كذا، تنظيم، انضباط، كل هذا لخدمة المصلين. فأنا أتوجه إليهم بالشكر خاصة حقيقة. وأنا أتمنى منكم من أراد أن يدخر شيئا لنفسه يجده يوم القيامة كجبل أحد، أن يتصدق صدقة جارية في المسجد كي نطور أكثر وندعم الحفاظ أكثر ونخرج حفاظ أكثر بفضل الله. هذا وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.